يجب أن تحرص على أمور. الأمر الأول أن تجعل لك حزبا لا تجاوزه أبدا، يعني لا تتركه أبدا ولا تنقص عنه أبدا. لا بد حزب إما من القرآن أو من الحديث أو من القراءة. نبدأ بالقرآن. ذكر فقهاؤنا وذكر ذلك ابن أبي يعلى في التمام ونقله من بعده عنه أنه باتفاق يكره أن تمر على حافظ القرآن أو من يحسن قراءته نظرا أن يمر عليه 40 يوما لا يختم القرآن. اجعل لك حزبا، لنقل جزءا من 30 أو أقل من ذلك، بحيث أنك تختم القرآن أقل شيء كل 40 يوم مرة. نبدأ بأعظم العلم القرآن. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تجعل لها حزبا من القرآن، فإذا جاء نومها ولم تقرأ ذلك الحزب أخرت نومها لتقرأ حزبها. اجعله لك حدا لا تتركه أبدا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته على سنتي فقد هدي.